السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أقول كلمتين لعزيزي الرجل. أنت بتقول إن أنا بغير، والغيرة ليها شروط. الغيرة ليها شروط. أنا بقى قبل ما أقولك شروط الغيرة عايزة أقولك بدل الغيرة بالثقة. ليه؟ لأنك لو غيرت يبقى 1 2 3 مبدأ كل النساء يقعدوا من الشغل. صوتي فيه برد، معلش هعمل الفيديو برضو. ليه؟ لأن الشغل رجل وامرأة. ممكن المرأة تشتغل مع مديرها، فالشغل يتطلب منها انهم يقفلوا الباب على بعض عشان يشتغلوا. ممكن الشغل يجي زميلها يقول لها صباح الخير زميلتي العزيزة، انت فطرتي؟ طب انا هجيب فطار ونفطر سوا. ممكن وهي معدية كده دي البدلة يخبط فيها، الشوز يخبط فيها، من نابع الاحتكاك والأماكن الضيقة في الشغل، وده بيشتغل وده بيجري بيعمل كده وده بيجري بيعمل كده. فإذا لما يجي الراجل يقول أنا بغير، الغيرة حبيب الرجل ليها شروط. الغيرة ليها شروط. أول حاجة إنك تعزز امرأتك لأنها خلقت للمنزل، خلقت للبيت. المرأة خلقت تاني للبيت، والرجل خلق للعمل. حيث إن احنا نزلنا المرأة للعمل وخليناها كتفها ينطح كتف الرجل، يبقى كل رجل يلغي الغيرة والله، ويحط مكانها يا حلوين الثقة. حط مكانها يا حلوين الثقة. عايز تغير وتبقى راجل حمش، مفيش أي مانع والله. ده انت تبقى راجل وسيد الرجال، انك انت اول ما تقول يا غيرة يبقى هحافظ على الست دي، هصرف عليها، مش هخليها تركب مواصلات لوحدها، مش هبهدلها في المواصلات، مش هخليها تشتغل وتحتك بالرجال، وده يضايقها بكلمة وده يضايقها بنظرة وده يدلعها. ممكن انت ما بتكونش بتدلعها وهو غصب عنه ينطق يقول لها يا مزتي غصب عنه. ما هو الشغل بيبقى كل يوم بيشوفوا بعض، فطبيعي بيتعودوا على بعض. ونيجي في الاخر نقول المرأة ما تخشش الفيس وما تخشش، لا 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 لا، كده بقى تبقى انتوا بوشين كده تبقى انتوا بوشين، لان ده تواصل اجتماعي والشغل تواصل اجتماعي برضو. انا عن نفسي لا اسمح للست المتزوجة تخش خاص. ليه؟ لانك هتعملي بيه ايه؟ هنا هتتعكسي وهنا هتتعكسي، فكفايه عليك الشغل انك تتعكسي فيه. حد هيطلع يقول لي انت بتقولي ايه؟ احنا مفيش الكلام ده ومفيش حد بيعاكس، احنا بنروح نشتغل وبنرجع. خلاص الكلام ده على مسؤوليتي، واعتبروني طالعه في الشغل بهبل الشغل طالعه في الفيديو بهبل، ماشي. واللي على راسه بطحه بقى يحسس عليها، خلاص اللي على راسه